اهلا بيكم، عاملين ايه؟ انا اسلام خالد والكلام على ايه. درجة الحرارة الايام اللي جاية والارصاد بتقول لكم اهو بشكل واضح 44 46. قالت ان اغلبيه الناس بتحب فصل الشتاء اكتر من الصيف. قبل ما نبدا الكلام كده حابين نرحب بالصيف اللي اصلا ما خبطش على الباب ودخل فجاه. طبعا احنا كلنا عارفين ان رمضان خلاص داخل وكل سنه وانتم طيبين، فالصيف قال لك لا نخش احنا كمان. اهلا وسهلا، اتفضلوا بيتكم ومطرحكم، كل سنه وانتم طيبين. وما بين ان خلاص الصيف دخل في الفترة اللي فاتت كان الشتاء حاجة غريبة جدا. الشتاء، العيون الشتوية دي المصاحبة للصوت الشتوي. ايه ده؟ كان الجو بيبقى تلج، فالجو الصراحة بيبقى كأنك عايش في الاسكيمو. طبعا الناس اللي بتحب الشتاء شايفين ان الشتاء ده حاجة جميلة جدا، ان هو بيخلي الناس تتحرك وايه، والناس بقى اللي هي ايه مثقفة بقى، يا سلام، قاعدين بقى ماسكين الكتاب كده وقاعدين بنقرا بقى والمطر عمالة تنزل علينا. وغير بقى المرتبطين، ده بقى الموسم بتاعهم، اللي هو بقى ايه يا حبيبي تعالى بقى ايه امسك ايدك وانت تمسك ايدي ونجري والمطره هي بتنزل عليه. على الطلاق احنا معايشين. وهو اصلا يا عيني الواد بيبقى مش قادر، اصلا مش قادر يطلع ايده من جيبه. خلاص بقى عند امك يا ماما الكلام ده خلاص. البنات بقى ساعتها بتستنى الوقت ده تقوم نازله بقى وهي لابسه خفيف عشان تختبر رجولته عامله ازاي. طب والله العظيم ما اديها الجاكيت، اقسم برب العزه كبرت في دماغي وما هتشوف الجاكيت. اهدى بس. على الطلاق بالثلاثه ما هتشم ريحه الجاكيت. وتقول له معلش يا حبيبي انا بردانه. لما تبقي بردانه تلبسي تقيل او تاخدي دواء. وهو طبعا ما بيبقاش قصده ان هو عاوز يديها الجاكيت، بس بيعمل ايه؟ انسان مستفزه عباره عن كتله دهن. ويا عيني بقى الواد يديها الجاكيت من هنا وهو يبقى قاعد متلج من هنا. وقال ايه نص التحتاني مش لاقيه يا فخر. بالنسبة لأي حد بيحب الصيف أو بيحب الشتاء فدي حاجة جميلة جدا. الناس بتحب الصيف عشان شايفة إن هو بيبقى دافي، أي نعم بيبقى حر أوي بس ساعات بيبقى دافي كده، واحد بيعرف يتحرك وكده، بيبقى متحرر ولابس بقى اللبس بقى براحته وكده. أي نعم إن هو بيبقى عاوز يقلع الهدوم اللي عليه، بس إيه برضه حرار يا عم الحاج حرار. اما بقى الناس بتوع الشتاء فهم بيبقوا ايه متلجين وكل حاجه. غطيني يا مرمود. حاضر ايه ده يا عم الحاج؟ غطيني كلينكس بغطي صرصار يا عم. اي نعم في نفس الوقت بيقول انا ما بحبش الشتاء، انا بحب الصيف. ولما يجي الصيف انا مين قال ان انا بحب الصيف؟ انا بحب الشتاء. هرجع تاني البيت عشان ما يزعلش، انا عارف ابويا. ما انا هعمل ايه؟ ولا اقول لك نرجع تاني؟ وفي بقى ناس تقعد كتير بقى تتكلم عن ابراج وكده ويقول لك ان برج الاسد بيحب الصيف اما برج الميزان هو بيحب الشتاء. ويجوا بقى في الوقت الحالي تلاقي ان ولا البرج ده بيحب الصيف ولا البرج ده بيحب الشتاء. هي ناقصه كذب وانفراط علينا، ما احنا عارفين كل الحكايه. ويا سلام بقى لو اتنين بقى يقعدوا يتخانقوا. بقى خلاص بقى تخلوا اتعصب عليكم وعصبياتي مش كويسه. وانا بسبب ان انا ما بحبش الشتاء هو موقف واحد بس اللي بيحصل لي كل مره لما بيجي الشتاء، لازما يستقبلني كده. يا ترى بقى بعد كل الكلام اللي اتقال ده انت بتحب الصيف ولا بتحب الشتاء؟ ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات تحت، ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. وكلام على ايه؟